يا صباح الفل، يا صباح الياسمين، يا صباح الهنا والسعادة على عيون كل متابعين وصفة وأكلة مع شيمو. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة بقى جاي لكم بفيديو جديد وبفطار جديد. كل يوم فطار جديد. وده حالنا طبعا طول شهر رمضان. يا رب يدوم علينا البركة والخير يا رب وأحلى أيام أحلى أيام، والله أقسم بالله. حتى الواحد يعني كده ما يقف كده في المطبخ بيبقى واقف مستمتع باللي هو بيعمله. كل سنة وانتم طيبين. يلا بقى نشوف هنعمل ايه النهارده. اول ما بنخش المطبخ كده كنا بقى غاسلين بقى ومنضفين مطبخنا بالليل، وحاطه ايه المواعين بقى ايه تتصفى على الرخامه زي ما شفتوا كده في اول الفيديو. وبعدين بقى رجعت كل حاجه مكانها، وبقى المطبخ بتاعي ما فيهوش اي حاجه وفله شمعه منوره. المهم اول حاجه هبتدي بيها ايه؟ هبتدي ان انا اعمل المحشي. هعمل الصلصه بقى بتاعه المحشي او التسبيكه بتاعه المحشي. عشان المحشي طبعا بياخد وقت، تسبيكه بقى ولف محشي وغسيل خضره وغسيل رز. يعني تحسي بقى ان المحشي، هو المحشي كده تحسي ان هو موال وطويل شويه. فبنبتدي دايما بالحاجه اللي هي ايه يعني بتاخد وقت معانا في الشغل عشان تسهل معانا ونختصر في الوقت طبعا. لان طبعا اللي بعد الظهر طبعا شويه اللي هي بعد الظهر بقى، من بعد الظهر كده لحد الفطار بناخدهم بقى جري في جري كده عشان نحضر الفطار ونخلص. ولازم بقى قبل الفطار ساعة الفطار بالظبط تكون السفرة بقى مرصوصة كده ومتظبطة على سنجة 10. المهم بقى عندي هنا ايه، جبت الطماطم بتاعتي وطبعا فرمت البصل حطيته على البوتاجاز، حطيت شوية زيت. وبعدين بقى سبته كده ايه يعني يتشوح كده شوية. يعني بشوح البصلايه بس، ما يعني بسيبها تدبل بس شويه، ما بحمرهاش او تبقى طعم بديه طعم طبعا للمحشي تحفه. كل المحشي لما بيبقى ني في ني كده بيبقى طعمه حلو قوي على فكره. المهم بقى هفرم بقى، جبت الكبه ديت بصراحه انجزتني. قلت بقى اطلع الكبه ديت عشان هفرم فيها البصل وافرم فيها الطماطم بالمره، بدل بقى ما اطلع الخلاط واطلع الهاند بلندر. فيبقى كبه واحده واريح دماغي وخلاص. المهم بقى فرمت كده الطماطم وحطيتها برضو على البصلة زي ما انتم شايفين دلوقتي. وعندي هنا كمان قرن شطة لقيته حتى كمان مش حامي. واحنا بنحب المحشي بتاعنا سبايسي، يعني بس مش سبايسي سبايسي يعني اللي هو نار يعني، يكون فيه سنة حرقان كده. المهم بقى لقيته ايه بارد كده، فروحت جبت قرن شطة تاني وحطيت كام فص توم كده يخلوا لي برضو طعم المحشي حلو برضو. وكده تمام، فرمتهم كله مع بعضه كده وحطيتهم بقى على بقية الطماطم كده يتسبكوا. عندي هنا بطاية حلوة كده. المهم بقى ايه، المية غلت سقطت البطاية بتاعتي وفرمت كمان طماطمية، لان الطماطم بتاعتي اساسا انا حاسة ان هي يعني هي مش حاسة، هي اساسا لونها يعني مش حمراء قوي. فحطيت حتة بنجراية على الطماطم اللي انا هعملها للمحشي. وفرمت الطماطم بتاعة الشوربة عشان برضو تدي لون حلو كده للشوربة. هنا التسبيكة بتاعت المحشي كده تمام، حطيت عليها مكعب مرق الدجاج وشوية كزبرة وشوية فلفل اسود. ومعلقة صغيرة من السبع بهارات وبس كده. والملح طبعا، وهقلب كله في بعضه كده. وكده تمام. جيت بقى الخضرة بتاعتي كنت طبعا غسلاها وحطها كده تتصفى من المية بتاعتها. وغسلت الرز كمان حطيته اهوت في البولة قدامكم. فجبت بقى الخضرة بتاعتي بقى وقطعتها زي ما انتوا شايفين كده. قطعها بقى قطع صغيرة كده. قطع بقى شوية بشوية كده عشان ما تقعش مني على الرخامة وتبوظ لي الدنيا. انا بحاول يعني انا بشتغل بحرص بحيث ان الدنيا تفضل نظيفة حواليا. وما تجهدنيش بعد كده في الشغل في تنظيفه كده يعني. نخلص بقى الخضرة بتاعتنا كده، وعندي كمان التسبيكة كده تمام وفلة. ونبتدي بقى شوية خضرة كمان وقع الرخامة اهوت يرضيكوا كده، ينفع كده. لازم برضو الفوطة كده وشغالين كده رايحين جايين ننظف حوالينا. كده خلاص تمام، خلصت كده الخضرة والرز طبعا غسلته وكل حاجة تمام. حطيت بقى ايه التسبيكة بتاعت المحشي اللي انا عملتها اهيت. نقلب بقى وننزل بالتسبيكة بتاعتنا شوية بشوية بحيث ان احنا منزلش بقى كلها. تبقى كتير على الرز، شوية بشوية على حسب احتياج الرز بتاعك. هنا بقى قلت بقى اقطع بصلايه، بحب ان انا دايما اقطع بصلايه كده بشويه خضره كده بقرن فلفل اخضر كده في ارضيه الحله بتاعه المحشي. بصراحه بتدي لها طعم حلو وريحه حلوه كمان، بتدي لها نفس تحفه. جربوها بس وهتعجبكم.
جبت بقى الكرنب بتاعي، كنت سايباه طبعا يفك، وطبعا شفته في اول الفيديو. كنت مطلعه كيس من اللي احنا فرزناه قبل كده، التفريزات اللي احنا بنفرزها قبل رمضان، او يعني عامه يعني التفريزات اللي بتبقى موجوده عندنا في الفريزر بتوفر علينا في الوقت وفي المجهود. وبتبقى الحاجه بقى موجوده في اي وقت، مش هتستني بقى ان حد يجيب لك الحاجه من بره، الحاجه بتبقى موجوده عندك في البيت، بيبقى خير موجود عندك في البيت، منين ما تحتاجيه هتلاقيه. يا رب ديمها علينا نعمة يا رب، ودايما بيوت المسلمين مليانة بالخير وعمرانة بالخير يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. نلف بقى المحشي، وانت بقى تلفي المحشي زي في ناس بتحب الصبع كده صغنطوط ومحندق كده، وفي ناس تحب صبع المحشي كده تخين كده تاخده على قطمة واحدة. المهم بقى انا كل مره وانا بصور معاكم المحشي الف شويه كده، وبعدين اخد المحشي كده، اخد الرز واخد بقى الكرنب وكده يعني، واروح اقعد بقى في الاوضه جنب حماتي كده واعمله والفه كده وانا قاعده جنبها. بس بصراحه بقى ما روحتش النهارده لان الحله بتاعتي صغيره، فانتوا حاولوا ان انتوا ما تكتروش اكل كتير في رمضان، يعني الناس ما بتاكلش في رمضان زي ما بتاكل في الفطار. يعني انا عملت حله صغيره وتفضل منها والله العظيم، وعندي اكل كمان من امبارح، يعني الاكل بيتفضل لتاني يوم كمان. المهم يا ستي بقى نوعي في اكلك وبكميات بسيطة، يعني نوعي سفرتك كده وخلي واعملي اصناف كذا صنف، بس كميات بسيطة بحيث ان انت ما يتفضلش عندك لتاني يوم. وطبعا الاكل اللي بيبات الولاد ما بيرضوش ياكلوه، وبتضطري ان انت بقى ترميه بقى وتتخلصي منه بقى خلاص. هنا بقى كنت خلصت لف محشي، وكنت كمان عملت الخشاف. هعمل كمان وصفة هتعجبكم قوي على فكرة، لو حابينها ان انا اعملها في فيديو منفصل هعملها لكم بحيث ان انتوا تستفيدوا منها اكتر. المهم واعملها لكم بحشوات تانية كمان. هعمل هعمل سمبوسة بف. سمبوسة البف دي بصراحة تحفة، بطريقة حلوة هعملها لكم بطريقة حلوة، وفي نفس الوقت ما بتشربش زيت، اقسم بالله ما بتشرب زيت خالص. وخفيفة جدا وطعمها حلو كمان. تعالوا يلا نشوف المكونات بتاعتي. عندي هنا 3 كوبايات من الدقيق، حاطه عليهم 3 معالق من النشا، حاطه عليهم ربع كوبايه من الزيت، وبعدين فركت الزيت بالدقيق زي ما انتوا شفتي كده، وبعدين بنزل بالميه شويه بشويه لحد ما تلم معايا تبقى عجينه، يعني عجينه حلوه كده. شفت عجينه القرص زي عجينه القرص كده، يعني لا هي طريه ولا هي ناشفه، متوسطه حلوه كده. شوفوا ما خدتش معايا وقت خالص، لمت معايا اهيت، والبوله بتاعتي بقت نظيفه وزي الفل، وعجينه ناعمه يعني ملمسها ناعم وحلوه قوي كده. خلاص خلصنا عجينه السمبوسه. هغطيها كده بكيس اسيبها ترتاح حوالي نص ساعه او اقل من نص ساعه، يعني لما تيجي تفرديها كده تتفرد معاكي بكل سهوله. البط معايا بقى تمام استوى. حطيت الملح، ما بحطش الملح لا على بط ولا على لحمه، غير لما احس ان هم بقى خلاص دخلوا في السوا بتاعهم احط الملح. وهنا بقى كنت بعمل الشوربه بتاعه المحشي، حطيت لها برضو معلقه من الملح، بزود بس الحدق بتاعها شويه عشان كمان تظبط لي الطعم بتاع المحشي. اسيب بقى المحشي كده يغلي كده، وبعدين اهدي عليه، وبعدين اسيبه بقى يعيش مع نفسه. هبتدي هنا بقى عملت الملوخيه شويه كده شوربه بيغلوا كده، وسقطت ديت ملوخيه اللي هي فروزن. حطيتها سقطتها زي ما انتوا شايفين كده، وكده خلاص بقت تمام معايا. جبت هنا طاسة، حطيت معلقة كبيرة من الثوم المفروم يصفر معايا سيكة بسيطة كده، يعني حاجة بسيطة خالص كده، وبعدين انزل بشوية من الكزبرة، طبعا معلقة سمنة بلدي طبعا عشان تخليلك الطشة بتاع الملوخية تجيب اخر الشارع. خلاص اصفرت معايا، وحطيت بقى الكزبرة واتشوحت كده، وبعدين حطيت مكبشة من الملوخية في الطاسة وحطيتها بقى على حلة الملوخية. كده خلاص خلصنا كل الاكل بتاعنا. ابتدي بقى اعمل السمبوسه بتاعتي، سبتها اخر حاجه. افردها بقى كده، انا عايزه السمك بتاعها بصوا، يعني شفتوا الرقاق، يعني تكون سميكه عن الرقاق بشويه. طبعا اول واحده هتلاحظوا دلوقتي ان اول واحده هعملها اهوت، هحس ان هي تخينه، هفردها بايدي كده وبعدين اركنها على جنب وافرد العجينه تاني. افردها شويه شويه دقيق كده، اهم حاجه بس تظبطي الدقيق من فوق ومن تحت كده بحيث ان هي ما تلزقش منك وتتفرد معاكي بكل سهوله. بس مش دقيق دقيق بقى ان انت تغرقيها بقى دقيق. قطعها كده بالقطاعه بتاع السمبوسه، هي بتاعت السمبوسه، هي بتاعت اللي هي المكبس بتاع القطايف ده، بعملها من الناحيه التانية، بقطعها فيه من الناحيه التانية.
وبعدين احطها كده واحط بقى دي شوف فاكرين لما كنت عامله المكرونه بشاميل وكنت شايله شويه لحمه مفرومه لمحمد، هو مرضاش ياكل اللحمه المفرومه وكان مكرونه بالبشاميل، فضلت عندي شويه اللحمه المفرومه دولت عندي في التلاجة لحد ما جه وقتهم اهوت. احط بقى شويه من اللحمه المفرومه كده وشويه من الجبنه، دي كانت جبنه شيدر. وبصراحه الكيس بقى اللي طلع معايا انا كنت عايزه احط جبنه موتزاريلا، فطلع في ايدي كيس جبنه شيدر بقى، فقلت يلا مش مشكله، شيدر شيدر مش مشكله. افرد بقى بقيه العجينه واكمل بقى بقيه الكميه، وبعد ما اخلصها بقى ابتدي ان انا احمرها زي ما انتوا شايفين كده. ما بتشربش زيت، اقسم بالله تحفه، ومقرمشه من بره حلوه قوي. شوفوا الجمال، تحفه تحفه تحفه. جربوها والله هتعجبكم وهتعجب الولاد كمان. نبتدي بقى نخلص الكميه بتاعتنا كلها كده ونطلع في الطبق بتاعنا. طلعتها كلها في الطبق كده وابتديت بقى خلاص المغرب كان داخل عليا، فحمرت بقى البط بتاعي وخلصت كده السمبوسه، وجبت شويه كيس عصير مانجا كده، ضربته كمان بالهاند بلندر زي ما انتوا شايفين كده. يبقى انا عندي مشروبين النهارده، مانجا وعملت خشاف كمان. نركنهم بقى على جنب كده وابتدي بقى ان انا احضر الاكل، لان خلاص ميعاد الاذان بتاع المغرب دخل عليا، وكلنا كستات بيوت بقى في الوقت ده تلاقينا عمالين نلف كده ونبرم كده عشان نخلص اللي ورانا. نوزع بقى كده السمبوسه بتاعتنا كده، تحفه والله جربوها هتعجبكم جدا. انا بفكر ان انا اعمل لكم حشوه كمان اقتصاديه حلوه ليها هتعجبكم قوي. المحشي بتاعنا شوفوا منزل مفلفل، مفيش رزاية طالعة منه ما شاء الله، تحفة وطعمه كمان جميل قوي. والمخلل بقى والسلطة كل حاجة. وكمان شفتوا البطاية بتاعتي مغرية ازاي، شكلها جميل والله. والرز طبعا عملت شوية رز كمان ابيض، لا انا ما عملتش رز ابيض في اليوم ده، الرز الابيض ده كان عندي بايت من قبلها بيوم، فسخنته وحطيته. الرز ما يترميش يا جماعة، حرام يعني. اي حاجة، اي نعمة ربنا ما تترميش، اي نعمة ربنا لازم تتاكل تاني يوم لو حتى بالذي يعني. بس كده خلاص الفيديو بتاعنا خلص، وده كان بقى فطارنا النهاردة. فما تنسوش بقى تعملوا لي شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل فيديوهاتي، وانتظروني بقى في فيديوهات تانية في وصفة وأكلة مع شيمو. يلا بقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.